أهلا بيكم سنة تانية إعدادي. النهاردة هنحل أسئلة محافظة الأقصر إدارة الأقصر التعليمية. واحد، أمام خريطة صماء للوطن العربي اكتب ما تشير إليه الأرقام. واحد، المحيط. طبعا المحيط عندنا هنا يا شباب عند المؤشر ده المحيط الهندي. اتنين، أكبر الدول المنتجة للبترول. طبعا دولة السعودية. تلاتة، أكبر الدول العربية إنتاجا لقصب السكر. طبعا الدولة دي هي دولة مصر. أربعة، أكبر الدول إنتاجا للحديد. طبعا أكبر الدول إنتاجا للحديد يا شباب هي دولة عندنا موريتانيا. السؤال اللي بعده، صوب ما تحته خط في العبارات الآتية. أقل الحبوب الغذائية انتشارا في الوطن العربي القمح. طبعا خطأ، هو الأرز. اتنين، تعتمد معظم الزراعة في الوطن العربي على المياه الجوفية. طبعا على مياه الأمطار. يدخل خام المنجنيز في صناعة أسلاك التليفون. طبعا خام النحاس. أربعة، الصناعات التحويلية أكثر الصناعات انتشارا في الوطن العربي. لا طبعا الصناعات الاستخراجية. بما تفسر حدوث التصحر. طبعا يحدث نتيجة قطع الأشجار والرعي الجائر. عندنا استخدام المحاصيل المجهدة للتربة. تمام، وممكن نقول الجفاف. اتنين، أهمية الغاز الطبيعي. طبعا أنه يتميز بسهولة نقله وأقل تلويثا للبيئة ورخص ثمنه وزاد إنتاجه بسبب تقدم تكنولوجيا تسييله. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. يعد نقط من الحبوب الغذائية في الوطن العربي التمر، القطن، البن، القمح. طبعا عندنا القمح. اتنين، يدخل معدن نقط في صناعة الأسمدة والمبيدات الحشرية. المنجنيز، الحديد، الفوسفات، النحاس. طبعا معدن الفوسفات. تعد زيارة المسجد الأقصى نوعا من السياحة العلمية، الترفيهية، الطبية، الدينية. طبعا نوعا من السياحة الدينية. أربعة، من العوامل البشرية لقيام الصناعة. مصادر الطاقة، المعادن، السوق، الغابات. طبعا عندنا عوامل البشرية هي السوق. ثانيا، التاريخ. قامت الدولة الأموية على يد عمر ابن عبد العزيز. طبعا على يد معاوية ابن أبي سفيان. اتنين، قام الوليد بن عبد الملك ببناء قبة الصخرة في دمشق. طبعا عندنا المسجد الأموي. تلاتة، يعتبر الخليفة هارون الرشيد المؤسس الحقيقي للدولة العباسية. طبعا عندنا أبو جعفر المنصور. أربعة، شيد جوهر الصقل في مصر مدينة الإسكندرية. طبعا جوهر شيد مدينة القاهرة. بما تفسر نشأة الدول المستقلة في مصر. طبعا يرجع ذلك إلى ضعف الخلفاء وبعد مصر عن بغداد وسيطرة العناصر التركية والفارسية على شؤون الحكم والإدارة. اتنين، كراهية الموالي للأمويين. طبعا يرجع ذلك أنهم يفضلون العرب عليهم. السؤال الرابع، اكتب ما تشير إليه كل عبارة من العبارات التالية. ضريبة كانت تؤخذ على كل ما يخرج من باطن الأرض من معادن. طبعا هي ضريبة الركاز. اتنين، طريق اكتشفه البرتغاليين فتحولت إليه طرق التجارة بين الشرق والغرب. طبعا ده طريق رأس الرجاء الصالح. تلاتة، حق الفرد في التصرف في ماله وأملاكه دون تدخل الآخرين. طبعا حق الفرد دي اسمها حرية المدنية. أربعة، حكم الشعب لنفسه من خلال مجموعة مختارة من أفراده. طبعا دي اسمها الديمقراطية. ما النتائج المترتبة على عقد صلح الرملة سنة 1192؟ طبعا ترتب على ذلك بقاء بيت المقدس في يد المسلمين وبقاء بعض المدن الساحلية في يد الصليبيين وحرية الصليبيين في الحج إلى بيت المقدس. اتنين، مجيء المعز لدين الله الفاطمي إلى مصر. طبعا ترتب على ذلك أصبحت مصر دارا ومقرا للدولة الفاطمية. وبكده يا شباب انتهينا من أسئلة المحافظة. شكرا ليكم، وكان معكم مستر إبراهيم كامل من قناة على السريع. يا ريت تدعمونا باشتراك في القناة لو سمحتم ليأتيكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم سنة تانية إعدادي. النهاردة هنحل أسئلة محافظة الأقصر إدارة الأقصر التعليمية. واحد، أمام خريطة صماء للوطن العربي اكتب ما تشير إليه الأرقام. واحد، المحيط. طبعا المحيط عندنا هنا يا شباب عند المؤشر ده المحيط الهندي. اتنين، أكبر الدول المنتجة للبترول. طبعا دولة السعودية.
3. أكبر الدول العربية إنتاجا لقصب السكر، طبعا الدولة دي هي دولة مصر. 4. أكبر الدول إنتاجا للحديد، طبعا أكبر الدول إنتاجا للحديد يا شباب هي دولة عندنا موريتانيا. السؤال اللي بعده، صوب ما تحته خط في العبارات الآتية: أقل الحبوب الغذائية انتشارا في الوطن العربي القمح، طبعا خطأ، هو الأرز. 2. تعتمد معظم الزراعة في الوطن العربي على المياه الجوفية، طبعا على مياه الأمطار. يدخل خام المنجنيز في صناعة أسلاك التليفون، طبعا خام النحاس. 4. الصناعات التحويلية أكثر الصناعات انتشارا في الوطن العربي، لا طبعا الصناعات الاستخراجية. بما تفسر حدوث التصحر، طبعا يحدث نتيجة قطع الأشجار والرعي الجائر، عندنا استخدام المحاصيل المجهدة للتربة، تمام، وممكن نقول الجفاف. 2. أهمية الغاز الطبيعي، طبعا أنه يتميز بسهولة نقله وأقل تلويثا للبيئة ورخص ثمنه وزاد إنتاجه بسبب تقدم تكنولوجيا تسييله. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. يعد نقط من الحبوب الغذائية في الوطن العربي: التمر، القطن، البن، القمح، طبعا عندنا القمح. 2. يدخل معدن نقط في صناعة الأسمدة والمبيدات الحشرية: المنجنيز، الحديد، الفوسفات، النحاس، طبعا معدن الفوسفات. تعد زيارة المسجد الأقصى نوعا من السياحة العلمية، الترفيهية، الطبية، الدينية، طبعا نوعا من السياحة الدينية. 4. من العوامل البشرية لقيام الصناعة: مصادر الطاقة، المعادن، السوق، الغابات، طبعا عندنا عوامل البشرية هي السوق. ثانيا التاريخ: قامت الدولة الأموية على يد عمر ابن عبد العزيز، طبعا على يد معاوية ابن أبي سفيان. 2. قام الوليد بن عبد الملك ببناء قبة الصخرة في دمشق، طبعا عندنا المسجد الأموي. 3. يعتبر الخليفة هارون الرشيد المؤسس الحقيقي للدولة العباسية، طبعا عندنا أبو جعفر المنصور. 4. شيد جوهر الصقل في مصر مدينة الإسكندرية، طبعا جوهر شيد مدينة القاهرة. بما تفسر نشأة الدول المستقلة في مصر، طبعا يرجع ذلك إلى ضعف الخلفاء وبعد مصر عن بغداد وسيطرة العناصر التركية والفارسية على شؤون الحكم والإدارة. 2. كراهية الموالي للأمويين، طبعا يرجع ذلك أنهم يفضلون العرب عليهم. السؤال الرابع: اكتب ما تشير إليه كل عبارة من العبارات التالية. ضريبة كانت تؤخذ على كل ما يخرج من باطن الأرض من معادن، طبعا هي ضريبة الركاز. 2. طريق اكتشفه البرتغاليين فتحولت إليه طرق التجارة بين الشرق والغرب، طبعا ده طريق رأس الرجاء الصالح. 3. حق الفرد في التصرف في ماله وأملاكه دون تدخل الآخرين، طبعا حق الفرد دي اسمها حرية المدنية. 4. حكم الشعب لنفسه من خلال مجموعة مختارة من أفراده، طبعا دي اسمها الديمقراطية.